السلام عليكم مستخدمين الايفون. هذا الشرح طبعا. مكالمات الواتساب دائما تزعجنا في الواتساب، ودائما في ناس، بعض الناس يضطر انه يحضر الشخص ويحضر كل حاجة علشان المكالمات في الواتساب. طبعا اليوم بجيب لكم طريقة حظر المكالمات فقط، مكالمات الواتساب مش مكالمات الاتصال العادي. لازم نركز، لانه في بعض الناس يروح يحضر الشخص ويحضر الرقم من الواتساب، من الاتصال، من كل شيء. لكن انا بجيب لكم اليوم طريقة حظر المكالمات فقط، يعني لما يتصل لي الشخص من هنا في الواتساب يجي له مشغول، لكن لما يستطيع الاتصال عادي، يستطيع الاتصال العادي ويستطيع مراسلتي في الواتساب طبيعي، ما في اي مشكلة. طبعا بروح لنفس مكان الاتصال هنا، الاتصالات. بعدين كمان تشاهدون هنا لازم اركز. طبعا هنا عندي المكالمات، هذا نفس الرقم، عندي هذا نفس الرقم. هنا في عندي واتساب صوتية، لازم اركز. هنا عندي المحمول، في هنا عندي واتساب صوتية. انا عندي في نفس الواتساب الصوتية هذه بروح لهنا التفاصيل. هنا عندي في تفاصيل المكالمة الصوتية، بدخل تحت هنا، بنزل تحت. بعدين هنا اعمل له حظر. هنا عندي حاليا هو محظور. اذا عملت له الغاء حظر يستطيع الاتصال فيه في الواتساب، لكن من هنا حاليا كذا محظور. إذا عملت له حظر المتصل، هنا كمان تشاهدون لن تستلم مكالمات هاتفية ورسائل من الأشخاص الموجودين في قائمة الحظر. هذا مش يعني إن الحظر للمكالمات العادية، لا، هذا الحظر في المكالمات الواتساب فقط. طبعا لازم أركز، لأنه في بعض الناس ما يركز. لما نيجي من هنا ندخل على مكالمات الواتساب، واتساب صوتية، ونحظره، مش المحمول، لأنه هذا نفس الرقم، هذا وهذا نفس الرقم. من هنا يستطيع الاتصال باتصال عادي، ومن هنا المكالمة الصوتية في الواتساب محظور فيها. وهنا الآن بقوم بتجربة المكالمة. كما تشاهدون يظهر لي كذا مشغول، حتى لو عدت المكالمة على طول يجيني كذا مشغول. هنا ما يظهر أي إشعار ولا أي شيء، لكن الرسائل عادي، الرسائل تروح عادي طبيعي، ما في أي مشكلة. كما تشاهدون الرسائل تحضر عادي، ما في أي مشكلة، لكن فقط مكالمات الواتساب اللي انحظرت. الاتصال عادي برضه يروح عادي، ما في أي مشكلة.